ما بعرف إذا شغال. تتذكروا لما مرة من كم شهر قلت إنه أنا حاسة في شي على الطريق، حكيت بفيديو إنه هذا الفيديو حيبقى ذكرى إنه أنا كتير حاسة طاقيا إنه في شي عم بيقرب مني بس أنا ما بعرف شو هو. فبهذا الفيديو رح أخدكن معي أو ما أخد حدا، خليه لإلي ذكرى لحتى أشوف حالي أنا وعم بكبر بأول خطوة مهنية بالنسبة إلي. من فترة سألت صفحة على الإنترنت، طلع لي ريلز عم يشرح عن إنه كورس جديد رح يبلش بداية هاي الصيفية وإنه سارعوا قبل ما يكتمل العدد ومدري شو. فأنا رحت سألت بس عم بستفسر يعني، قلت لها إنه شو بدرسوا، إنه أنا مصممة أزياء بس أنا ما قدرت أدرس وأنا طورت من حالي وإني أنا بعرف كتير معلومات، شو بحتاج لحتى أفوت على هذا الكورس؟ قالت لي ما بتحتاجي أشياء شهادة أو دراسة، أنت فيك تبلشي من عنا من الصفر، بس بما أنك أنت بتعرفي ترسمي وتصممي فنحن حنعمل لك سكيب على هي المرحلة وتخوضي المراحل اللي بعد. بلا طولة حكي قلت لها السعر، قالت لي بتكلفة الكورس كلياته مع إنك أنت متخطية المرحلة $4000. أنا طلعت هيك والله هيك والله في شي هون علق. لا أوكي ميرسي، راح أفكر وأرجع لك. بروح بدور وبرجع لك. بروح شوف هالمحل التاني وبرجع. إحنا ما حنرجع. أو أنا هيك حزت هون جواتي إنه هو مش غالي، خلينا متفقين أنا كقمر بعرف قديش أسعار الدراسة غالية بس مو قدرتي ماديا إني أنا أدرس. قلت وقتها إنه أنا ما عاد بدي شي، إنه خلاص يا رب أنا رح أتعلم لحالي يمكن مكتب لي ما أدرس. بعد كم يوم كنا بحفل تخرج أولاد أختي، ولا بمرق إحنا وراجعين بمرق بلاقي في محل، فوت على هذا المحل، محل ديزاينر مصممة يعني. فحتى أنا فاقدة الشغف، يعني أنا فاقدة الشغف لدرجة أنا ما شرحت لها، أنا بس ورجيتها رسماتي، قلت لها إنه أنا برسم وبدي أتعلم، عندك القدرة تعلميني؟ قامت هي لما شافت رسماتي قال كيف تعلمتي؟ لا أنا تعلمت لحالي، والله لحالي طلعت لحالي رسامة. قالت لي قلت لها إنه أنا درست كذا وكذا وبدي أتطور. قال أوكي تيجي لعندي بدون دورة، يعني تفكرين إنه سجلتني بدورة؟ لا، قالت لي بتيجي لعندي يوم الأربعاء اللي هو بكرة، رح أدرسك وأعطيكي معدات وأعطيكي قماش وأعطيكي ورق وبدي أنتي تطبعي. أنا طلعت فيها هيك والله العظيم إنه ما حدا بيصدق كمية يا الله إنه ليه على شو. على شو بدك تقدمي لي كل هاد. قلت لها أوكي، أنا تحمست وأخذت رقمها وسجلته عندي ورحت، وأنا كتير متحمسة. حكيت معها اليوم وقالت لي إنه حنبلش بأول درس حتشوف أنا وين مستواي وحنبدأ نتعلم شوي شوي مع بعض، وأنا كتير مبسوطة. فبس اللي حابة لكم يا إنه أنتوا اوعكم تفكروا إذا في فرصة راحت منكم هي راحت هيك، لا والله هي ما راحت هيك، هي راحت لأنه في شي أحلى جايكم. فبس رح شارككم بهذا الفلوج، أو ما شارك حدا، شارك حالي أنا للمستقبل، رح شاركك يا قمر بالمستقبل أول خطوة عم بخطيها مهنيا، وإن شاء الله يا رب إن شاء الله يا رب إني أتعلم بسرعة وإني أوصل أعمالي لناس بتقدرها وأصير أتعامل مع أشخاص مهمين مثل ما أنا بطمح دائما، ويكون لإلي بوتيك بيوم من الأيام وبراند باسمي. أوكي أنا كتير متحمسة قمر وبتمنى إنه أوصل. بما انك انت بالمستقبل فيكي بس تسهلي علي تقولي لي شو الخطوات، لانه انا ما بعرف شو بدي اعمل، ما في طريق امشي فيه، انا حاسه كل شيء عم يجي لعندي بس ماني عارفانه اختار منه شيء. لو سمحتي ساعديني لاني حاسه حالي ضايعه. بس خلينا نشوف بكره شو رح يصير معنا. في فرق كبير بين انك تكوني لعبة بكبسة زر بتتحركي وبكبسة زر بتوقفي، وبين انك تكوني انت صاحب قرار. انت تقرري امتى تتحركي وانت تقرري امتى توقفي. انت لازم تدخلي لجوات اللعبة لحتى تعرفي شو اللي عم يصير. وشو بستفيد اذا صرت جواتها انا؟ حتى تتعلمي كيف ما ينضحك عليكي. يعني لهلا ما تعلمت لسه؟ انت يا عشتار مو هاللعبة، انت بري جوات اللعبة.
عم يشيلوا من مكان بيحطوا بمكان وهو ما عارف ليش. يعني رح ابقى برغي بقلب اللعبة؟ لقد عدت. فينا نقول هي الجلسة أنا كنت بحاجتها، هذا الكلام أنا كان لازم أسمعه، وقمرة جديدة بلشت على الطريق. أوكي، أنا تأخرت يمكن بنشر هذا الفيديو، بس اللي صار إنه مرقت بفترة صعبة شوي بعد ما رحت عند المصممة، واللي هي كانت فترة أنت عم بتغير مسارك، لأنه هي فعلا أنا كنت ماشية هيك، قالت لي أنت ماشية صح بس اعملي هيك، هذا الاتجاه الصح، مش هون، أنت هون ما بيوديكي لطريق، هون أنت بتضلك ماشية بمتاهة، هيك بتوصلي للطريق اللي أنت بدك إياه. أول شغلة الإنسانة كتير طيبة، كتير محترمة، كتير لطيفة، وكتير احتضنت الضياع تبعي والتشتت، وفهمتني وقالت لي إنه كتير طبيعي اللي أنت عم بتعيشيه، وإنه لا تتوقعي من حالك توصلي لأعلى مرتبة إذا ما مشيتي السلم درجة درجة، وقالت لي إنه الحياة لسه قدامك، وإنه ما تتوقعي من حالك توصلي دغري على هوليوود. ولما شافت تصاميمي وهيك واشتغلنا عليهم، يعني ورجتني كيف هذا بنعمل كيف هذا بنعمل، وشافت ووضحت لي، قالت لي الهوت كوتور بشكل عام اللي انت عم تشتغلي مو مطلوب للسوق هلا، قالت لي هذا بيجي برايفت، يعني طلب شخصي، انت لتصيري تعملي الطلبات الشخصية بحاجة لانك تنمي من مهاراتك، انت حتنمي مهاراتك غير بالهوت كوتور. قالت لي انت هلا عندك الميزانية انك تدخلي بالهوت كوتور وتتعلمي؟ قلت لها لا. قالت لي قبل شي بالاسبوع، قالت لي روحي اعملي وانتجي واعملي اشياء تستفاد منها الناس اللي حواليكي، لانه بكره لما انت بده يكون لك اسم، بده يكون في حدا شاهد عليكي، في حدا سبق واشتغل معك، الناس ما رح توثق هيك. المهم فقالت لي انه بلشي اعملي تصاميم سبور، ان كان ستات، ان كان للمحجبات او حتى غير المحجبات، وانتي بالبيت فصليهم، بتجيبي ورق وبتفصليه، وانا بصير بعد يعني كل فتره والتانيه بجي انا وياكي بنشتغل مع بعض على تصميم معين. وقالت لي انه هي رح تعمل كورسات، وانها رح نعمل وقت، يعني حتضلها مستمره بالكورسات، فانا فيني دائما ضل عندها، وحتى لو بدي اتسجل بالكورس فيني اتسجل. وانا كتير مبسوطه صراحه، وكتير ممتنه انه رب العالمين ارسل لي هي الروح لحتى تعلمني وهيك تساعدني باني اختار المسار الصح لإلي. وبس هيك كان فيديو اليوم. كان كتير بودي إني أصور لكم سكتشات وأجواء، بس ما قدرت، معلش بدكم تتحملوني شوي لأنه أنا بحالة نفسية شوي صعبة، عم ركلج أموري من أول وجديد، عم برجع أبني شخصية جديدة، معتقدات جديدة، فهذا الموضوع بده وقت. وبس أنا كتير بحبكم وتحمسوا، أنا مجهزة محتوى كتير حلو ورح صوره إن شاء الله، يا رب إن شاء الله، وبتمنى إنكم تضلكم معي. لا تنسوا تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واعملوا كومنت حلو، دعموني بالكومنتات، أنا بحاجة لدعم معنوي. وقولوا لي إذا أنتم سبق وكان عندكم هيك شغل بالخياطة والتفصيل، أنتم بتحبوا الخياطة والتفصيل، أنا ما بعرف خيط وفصل، كيف بدي أعرف؟ يلا منيح، هلأ في عندي حدا يساعدني، بس باي.